بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أتمم بها 100 غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فتنظرون زبد البحر، كم يكون من زبد في البحر، فإن كانت خطاياكم مثل زبد البحر، وأظن أن لا تكون هكذا. فسبحان الله، الله عز وجل يغفر الذنوب لمن واظب على هذا الذكر الكريم. وأيضا هناك آية من القرآن الكريم هي أيضا سبب الغفران، وهي آية الكرسي. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ دبر كل صلاة آية الكرسي لن تفصله عن الجنة إلا الموت. وأيضا هناك حديث يقول: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وهناك أيضا حديث آخر يقول: من قال سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فهذه الأعمال لا تؤدي منا إلا دقيقة أو دقيقتين، فهي كلمح البصر. الإنسان يستطيع أن يحافظ على هذه الأذكار الطيبة التي بها ننال رضا الله عز وجل وننال مغفرته التي نسعى إليها كلنا. فكل البشر مذنبون، ليس هناك من يقول لا أحتاج للاستغفار ولا أحتاج للتوبة. فالذي يظن أنه ملتزم أو ملتزمة، فهذا أصابه الغرور والعياذ بالله. وشر ما يستطيع أن يصيب المسلم وهو أن يغتر بأعماله، لأن الله عز وجل هو الذي يهدي الإنسان إلى ما يحب. ولذلك دائما نحتاج العفو من الله عز وجل، دائما نحتاج التوبة إلى الله عز وجل، دائما محتاجون إلى الحسنات التي سنحتاجها يوم القيامة بشكل عجيب وغريب. ولا يستطيع أحد أن يعطي لنا ولو حسنة واحدة. المرأة تلتقي مع ابنها وتسأله حسنة فقط، تقول له: لقد أرضعتك وأخذتك في بطني وعملت هذا وهذا وهذا، أعطيني حسنة. فالإنسان عندما يقول السلام عليكم يكتب الله له 10 حسنات، ومن رد السلام يكتب الله له 20 حسنة. فانظر كم سهل أن نجني الحسنات، ولكن يوم القيامة لا يستطيع أحد أن يعطي ولو حسنة واحدة للآخر ولو كانت أمه. لذلك نحن محتاجون للحسنات، محتاجون لجني ما نعود به إلى الله عز وجل. وأسأل الله العظيم التوفيق لنا ولكم، والهداية لنا ولكم ولأولادنا ولأحبابنا وللمسلمين أجمعين. وهذا والله أعلى وأعلم. وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وإن أصبت فمن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.